مساء الفل على صديقي العزيز. لو عجبك السلسلة الريلمي 12 إذا كان ال 5G أو ال 12 بلس أو ال 12 برو بلس ولكن عايز سعر أهدى شوية، فعليك بال 12 ال 4G، لأنه هنا كمان بيجي بميزة مختلفة شوية عن ال 12 ال 5G، وإن هنا البصمة بتاعته تحت الشاشة وكمان ايموليد. تفاصيل كتير هقولها لك وفروقات كتير هقولها لك بين ال 12 ال 4G وال 12 5G من ريلمي. تقريبا كده صديقي الديزاين هو ال 12 ال 5G، يعني الريلمي 12 4G هو نفس تصميم ال 12 ال 5G، وكمان مازال محافظ على السماعتين الاستيريو وعلى اكتيف نويز كانسليشن مايك اللي موجود، وكمان فتحة السماعات القياسية ال 3.5 مللي والشاحن التايب سي، كل حاجة زي ما هي ومازال الخطوط، ولكن اللون الزيتي الجديد بتاعه هو لون تحفة وبجد عجبني قوي. وكمان ما تقلقش يا صديقي ان هنا عندك الشاشة بتيجي ايموليد 120 هرتز بحجم 6.6 انش وبكثافة بكسلات 395 بكسل لكل انش، ولكن مع ذلك البصمة اللي هنا مدمجة تحت الشاشة على عكس ال 12 ال 5G اللي البصمة بتاعته كانت موجودة في الجنب، وبالتالي البصمة هنا بتفتح بشكل سريع جدا وفي بصراحة ممتازة قوي. فده كان أول تغيير أنا لقيته، هو تغيير البصمة المدمجة تحت الشاشة. أما بالنسبة عن الشاشة فهي بتديك أداء كويس جدا، وكمان بفضل السماعتين الاستيريو فبيطلعوا لك صوت ممتاز ونقي. الفرق التاني واللي برضو لاحظناه وهو الأداء اللي موجود هنا بيكون مختلف شوية. الريلمي 12 ال 4G اللي بسعر أرخص بيكون موجود بمعالج سناب دراجون 685 مع ادرينو 610 ورامات 8 جيجا ونوعين من الذاكرة 256 أو 128، وانت عليك تختار الذاكرة المناسبة ليك. ولكن الأداء اللي مازال هنا هو أداء كويس جدا. ممكن يكون في أثناء الألعاب لاحظت بس إن هو في سنة بسيطة عن ال 5G بحكم اختلاف المعالجات، ولكن مازال بيأدي 685 أداء كويس جدا على لعبة زي لعبة ببجي أو كمان على مستوى تصفحات الفيسبوك وإنستجرام واتساب على مدار اليوم، فهو بيكون مثالي ومازال هيأدي معاك بشكل ممتاز جدا. واللي بيساعد في كل ده مع المعالج الشاشة 120 هرتز. مازالت البطارية 5000 ملي أمبير ومازال الشاحن 67 واط، وتقريبا الموبايل كله بيشحن في الساعة كاملة من 0 لحد 100%، وده بيكون أداء كويس قوي. ما أنا ما عنديش أي مشكلة، وبرضه مازالت البطارية بتكمل معايا اليوم بشكل حلو جدا، لأن معالج السناب دراجون 685 هو مازال معالج بيوفر إلى حد ما في الطاقة. خليني برضه أقول لك إن الاختلاف برضه اللي أنا لاحظته ما بين الريلمي 12 ال 4G وال 5G وهي الكاميرات. خليني أقول لك إن الكاميرا بصراحة الخلفية بقت 50 ميجا بكسل بتدعم مثبت بصري حقيقي OIS وفتحة عدسة f1.9 و2 ميجا بكسل للدبس كالعادة، والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل. وكده الكاميرا الأمامية أو الخلفية بيصوروا 1080p على 30 فريم، يعني من الآخر فول HD بس مفيش 4K. ولكن اللي عجبني هنا ان رغم ال 12 ال 4G سعر اقل، لكن ما شالوش المثبت البصري الحقيقي من العدسه الرئيسيه ال 50 ميجا بكسل. ولما تيجي تشوف نتائج الصور ما زالت نتائج صور كويسه جدا، مش بنفس عدد البكسلات ال 108 ميجا بكسل اللي كانت في ال 12 ال 5G، ولكن ما زالت فيها تفاصيل نقيه جدا وديناميك رينج و HDR ممتاز قوي. وحتى كمان لما بتدخل بالليل بفضل ال OIS مع فتحه العدسه ال f1.9 ففعلا بتاخد صورة تقريبا شبه خالية من النويز. والعدسة الأمامية إلى حد ما كويسة، ولكن كنت أتمنى أن دقتها تعلى أكتر من كده، ولكن كسكين تون و HDR وديناميك رينج لا ما زالت كويسة جدا وعلى وضعها حتى مع أرخص موبايلات سلسلة ال 12 وهو الريلمي 12 ال 4G يا صاحبي. مازال الموبايل الريلمي 12 ال 4G مع انه ارخص موبايلات سلسلة الريلمي 12 من الاخر، ولكن مع ذلك مازال يكون لسه فيه ال NFC والواي فاي الدول باند ال AC، وكمان بيكون مدعم او مقاوم لمقاومة المية او الرذاذ بتاع المية بمعيار IP54، ودي كلها حاجات ايجابية جدا بصراحة. شابوه على الريلمي اللي هي ما شالتهاش فأرخص جهاز في سلسلة الريلمي رقم اللي هو الريلمي 12 ال 4G. لو انت فعلا محتاج توفر الرقم ده فأنا رشح لك وبقوة الريلمي 12 ال 4G، لأن مازال لسه محافظ على سمات كتيرة جدا، ومن وجهة نظري أنا إن هو في ميزة عن ال 5G
وهي البصمة اللي مدمجة تحت الشاشة، مش بصمة جانبية زي الريلمي 12 ال 5G. بس كده، دي كان كل حاجة سريعا عن الريلمي 12 ال 4G. وانصحك وبشدة لو انت فعلا عايز تشتري موبايل ارخص شوية، عليكوا على الريلمي 12 ال 4G. كان معكم محمد طايل. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعني على كل منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اكس، انستجرام وتيك توك، عشان حلقات يومية يوم هناك ما تنساش تشوفها. سلام يا صاحبي.